امرأة متزوجة ولديها طفل بريء، لكنه كما هو حال الأطفال شقي ومشاكس وكثير الحركة، لا يتجاوز عمره 2.5 أو يزيد عن ذلك بقليل. أتى الزوج سفرا مفاجئا بحكم ظروف العمل لمدة أقصاها 4 أيام، فأخبر زوجته بالسفر واستعجلها لتجهز حاجتها هي وابنها والذهاب بهم إلى بيت أهلها حتى يطمئن عليها، فأرادت قبل أن تخرج أن تنظف بيتها وتغسل الملابس وما إلى ذلك من أمور التنظيف، ولكن زوجها كان مستعجلا فاقترحت عليه أن يسافر حتى لا يتأخر، وإذا انتهت من أمور المنزل تتصل على أحد إخوانها ليوصلها إلى بيت أهلها. وافق الزوج ورحل، وجلست الزوجة داخل الحمام وهي غارقة في التنظيف وابنها حولها يلعب. أتدرون ماذا حصل؟ لقد أخذ الطفل المفتاح وأقفل باب الحمام على أمه من الخارج، والأم أصبحت حبيسة لا يوجد عندها أي وسيلة اتصال، والطفل المسكين لم يعد يستطيع فتح الباب كما أقفله. الأم لم تعد تعرف ماذا تفعل من هول الفاجعة. أخذت في مناجاة ابنها من خلف الباب في أن يعيد فتح الباب أو أن يسحب المفتاح ويعطيه إياها من أسفل الباب. باءت المحاولات بالفشل. أقبل الليل وأخذت الأم تبكي بحرقة وتصرخ مستنجدة من خلف الشباك، ولكن المصيبة لا يوجد حولها جيران، فهي في منطقة فسيحة جدا. أتدرون ما هي المصيبة الأخرى؟ الإضاءة مقفلة لأن المفتاح خارج الحمام، أي أن المكان مظلم وموحش. ماذا عساها أن تفعل؟ وأخذ الطفل يبكي لبكائها وصراخها، ثم أخذ يبكي من العطش والجوع، وأصبح يجاور الباب لا يتحرك ويناجي أمه وهي تناجيه. مرت 3 أيام والابن يحتضر، ثم في اليوم الرابع مات الطفل البريء، والأم شهدت كل هذه اللحظات المريرة. جاء الزوج إلى بيته ورأى طفله ملقا على الأرض لا يتحرك، أصابه الهلع. فتح باب الحمام ووجد الزوجة قد جنت وشاب شعر رأسها وهي في إعداد المجانين الآن. انتبهوا على فلذات أكبادكم ولا تغفلوا عنهم أبدا.